هتكلم معاكم النهاردة عن نبات الإيفوربيا أو المعروف بشوك المسيح. نبات حلو جدا، شكله جميل زي ما انتم شايفين الأوراق بتاعته قوية وتستحمل، والورود زي ما انتم شايفين في منه ألوان كتير، بس المتعارف عليه اللون الأحمر. لسه في براعم تانية كمان هتطلع ورود تانية. من الحاجات الجميلة في النبات اللي قدامنا إنه دائم الخضرة ومزهر طول السنة. الورود بتقع وبتتجدد باستمرار، لكن نخلي بالنا ما ينفعش نلمس مباشرة كده النبات أو الساق، علشان فيه مواد ضارة وفيه أشواك زي ما انتم شايفينها، أشواك كبيرة منتشرة. فلو عندكم أطفال أو في حيوانات بتربوها في البيت تخلي بالكم من إنهم يلمسوا النبات ده. بلاش مية كتير علشان الجذور ما تعفنش. هنسقي النبات لما التربة نحس إنها جافة. النبات شكله حلو جدا وأنا زرعته عندي في البيت عادي. يا ريت تقولوا لي رأيكم في التعليقات، وما تنسوش تضغطوا لايك